ما شاء الله، شوفوا تبارك الرحمن على طبيعة وعلى بحر شعل واعر. اشي حوته هربة باللانسي طيحاتو ما شاف. والله الا شي حاجة حاصلة، جوج لانسيات حاصلة بيهم. ولكن معايا الضيف اليوم، ما غنكونش بوحدي. بقاو معايا باش تعرفوا على الضيف اليوم. الوجهة ديالنا اليوم غتكون شاطئ من شواطئ النادرة في المغرب، واللي هو شاطئ أعرقوب. لكن اليوم ما غنكتفيوش غير بالصيد بوحدو، غنتعرفوا حتى على أماكن ديال الصيد، وغنكتشفوا بزاف ديال المفاجآت. شاطئ أعرقوب كيتواجد على الشريط الساحلي بين قرية جنانيش وقرية أمتر إقليم شفشاون. قلت لكم غندخل نصطاد في هذا الاتجاه هذا الليهان، ولكن جبرت الطريق كتدخل حتى لهنا. خليت الموتور في هاد البلاصه وبانت لي هاد الاتجاه هذا على اليمين، تما كاين شي الحجار واعرين، تما غنمشيو نصطادو. البلاصه بانت لي احسن من الاتجاه هاد الليهان. كنت غنصطاد في هاد الاتجاه حدا هاد الحجار هادو، ولا غنصطاد هنايا، ولكن هاد البلاصه كامله عامره. غنجي بحالي من هاد الاتجاه هذا ونريح في هاد البلاصه، وكاين تما تورسان للداخل. الحمد لله وصلت بخير. البلاصه اللي غنصطاد فيها حدا هاد الحجرات جوج كبارين، غنصطاد من الموجه في هاد الاتجاه. وهنايا كاين تورسان، كاين شبك، كاينين واحد جوج د البويات، ما عرفتش واش ماشيين الاتجاه ديالي ولا راجعين عيد. غنجربو، ما كانش الحوت نشوف واش نبدلها البلاصه. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد، ومرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو زرنا لكم واحد القريه اولا واحد المصيد جديد، الاسم ديالو قريه أعرقوب. هذا المصيد هذا كيتواجد بين قريه جنانيش وبين قريه أمتر. واحد المصيد والله الا واعر، والمصايد فيه واعرين. جبرتوني دابا وصلت للبلاصه اللي غنعدلوا فيها القيطون، غنبداو كنصطادوا. نمشيو نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله، فرجه ممتعه. ما شاء الله، شوفوا تبارك الرحمن على طبيعه وعلى بحر شعل واعر. اول حاجه غنعدلها، غنصطادو بالتقنيه ديال سبينينغ وجدت القصبه. غنجرب حدا هاد الحجره الكبيره وغنشوف واش غيضرب علينا شي حاجه. صاديت بالتقنيه ديال سبينينغ، ما ضرب عليا والو. دابا غنوجدوا القصاب، غنصطادوا بالطعم. بالنسبه للطعم اللي غنصطاد به، كما العاده عندي صوبيره اولا الميعه، غنطعموا بها هنايا. هاد البلاصه اللي جيت ليله
ما عرفتش واش كاين الحجار لداخل ولا لا. حنا والزهر ديالنا انا كخصني نبقى في هذا الاتجاه، ولكن جبرت البلاصه عامره فيها الناس كيصطادوا. دابا غنمشيو نبداو نصطادو، غنصب اللانسيات وغنرجعو نعدلو الطعم اولا البيلوطه باش نصطادو بالفيخه. كلشي عندي واجد. اول تسيوبه بالطعم، بسم الله. شوفوا على جرب هاد اللانسي، شي حاجه حاصله في هاد اللانسي. يا اخر ضربت عليا ما جبرت فيه والو، دابا كتجر على اللانسي الثاني. الجره كبيره، ما عرفتش واش باقا حاصله ولا هربت، غنشوفوا دابا. هاي كضرب، خليكم معايا. بسم الله. بالنسبه علاش كنجلس في الارض، غير باش غنشبركم التقويصه د اللانسي، واذا وقفت اللانسي ما كيبقاش يتشبر كامل. شي حاجه حاصله كتجي. بسم الله. شي حاجه صغيره كنظن شي كاروب. تبارك الله، ماشي قرب. شو سبحان الله على حوته كيشني، شي الالوان فيها واعره. عرفتي واش من حوته هادي؟ هذا الباغار صغير. باغا نتلاقلو شي غنخلي الحجم ديالو دايس. قولوا لي شنو كتسميو هاد الحوته في المناطق ديالكم؟ حنا هنا كنسميوها الباغار. هاد اللانسي هذا كيضرب عليه شي حاجه، غنمشي نجبدو. بسم الله. حاصله شي حاجه صغيره. تبارك الله، شبار جوج د الحوت وجوج د الحوتات حاصلين في اللانسي. هذه اللوليه، هاد الحوته الملونه اللي كتكون في الحجار، وهذه الثانيه. بالنسبه لهاد الصغيره غنرجع نتلقلا. الاسم ديالها البروطوله، كتزيد تكبر. وهاد السمكه هادي كل واحد شنو كيسميها في المنطقه ديالو، ومعروفه بالاسم العروسه. بالع الصناره، ما عرفتش واش غنحيدها له نتلاقلو ولا غيموت. كيزلق بزاف. نخليو اللانسيات منصوبين وغنبداو كنوجدوا البيلوطه. بالنسبه للبيلوطه اللي غنعمل اليوم غنحتاج السردين،
وغنحتاج الطحين، وغنحتاج الزيت ديال الحوت ولا زيت كابايا ولا زيت الزردين. كيلوطه واجده غنضيف لها الزيت. شي حوته هاربه باللانسي طيحاتهم الشاف. والله الا شي حاجه حاصله، جوج لانسيات حاصله فيهم. اجي عندك دوغل هنا. هذا شي لوفار صغير بحال قبايل. باق كما قلت لكم اللوفار الجره ديالو، ولكن هذا كتشوفو صغير والله الا طيح اللانسي وماشي فيه. حتى في اللانسيه اخرى حاصله شي حاجه. غنزل هذا مع خاوي نمشيو نشوفو اللانسيه اخرى. هذا حاصله لوفار ولا شي حاصله شي حوته كبيره هي كتبان. حاصلين جوج. الخير مع بعض وجه مجموع. اكبر لوباره هي هذه، دابا هذه الثالثه. وغليت في الماء وجا قلت صافي غيتقطع كلشي، قلت مشى البلومو مشى كلشي، ولكن باقي كان هذا كنخليه. وهذه الحوته الثانيه اليوم. هاد اللانسي هذا ضربت عليه شي حاجه حاصله، حاجه صغيره. غير واقف. تبارك الله. اليوم اول حداد. بلايص بحال هيدا ملي كنجي لهم كنشبر فيهم الحداد بزاف. غنخليه ما نطلقلوش. الحجم ديالو مقبول. غنضيفوها الحداد مع الحصيله. دابا غنصاد بالفيخه. انا دخلتها لواحد الحجره نتسمى غنشوف واش غنشبرو شي حاجه. حيت السبردينه باش ندخل في الماء من اللي هنايا. كاين شويه الفندق
ونطلع الفوق. غنجبد الفيخه وغنمشيو نكملو الصياده باللانسيات. ما ضربش عليا بالفيخه مره، غنخلي اللانسيات منصوبين وغنمشيو نشعلو العافيه. ما بقاش شي الحوت كيضرب، نشعلو العافيه، نوجدو الغدا ولا ساعه نرجعو نصطاد. غنقيو الحوت باش غنوجدو الغدا. اليوم جبت معايا كاروفا. هاد الحوت هذا جبتو معايا ماشي شبارت، جبت 3 وجبت معايا المقله. اليوم الحوت غنقليوه ما نشويوهش، نحيدولو البشره والمصار. بسم الله. نعدلو المقله، الزيت النباتيه ولا زيت بيضاء. ما عرفتش اللون ديالها تبدل بهاد القرعه ولا هي كتكون هايله. نستناو يسخن الزيت ونبداو كنقليو في كاروفا. نشبرو الملح، جبت معايا لطيفون لا طبسيل لا حتى شي حاجه. ودا الطحين، بسم الله. حس باقي كيفرطط، سمعوا. هاد كاروفا هادي مشبره بالتنابل، الفلايك، الفويره اللي شبرها الاخ ديالي احمد. شكرا بزاف احمد. ثلاثة جاو نيشان في وسط المقلة، ولكن معايا الضيف اليوم ما غنكونش بوحدي. بقاو معايا باش تعرفوا على الضيف اليوم. غنقلب هاد الحوت بان لي طاب من واحد الاتجاه. طلع مقرمل واعر. محمر ماشي مقرمل.
هاد الحوت بركه عليه من تحت التحرة. غنزلو فوق هاد الحجرة. نسيت ما جبتي معايا الطبسيل. دابا غنعدل اتاي يطيب وغنمشيو ناكلو. الضيف اللي معايا الصديق ديالي ولا المتابع ديالنا انس مشى بحالو عاود رجع عندي بقى مريح معايا ونسني الصراحه ما كذبش عليكم. غنديبانيو انا هو بهالمقله اللي جاب الله طبق الشاهي وغنكملوا الصياده. مرحبا بك. الله يرحم والديك السي محمد الله يكبر بك. الدار دارك. مرحبا. يلا صاحبي انت الضيف ديالك ما تخشبش. انا خايس باش نحكي مالك. عرفت على جلسه هنايا شحال واعره عاد الجلسه احسن من الماكله. واعره كاين معنا. قبل علينا وصافي على ما وجد. عطاك الله الصحه. بسم الله. كنشوفوا على الضيافه هذه نعوضوها شي مره اخرى ان شاء الله. شي زرده شي درعي كبير ان شاء الله. بسم الله. هاد الكاروبه شحال لذيذه واعره بزاف والله الا لذيذه. اول مره كنوصل هاد البلاصه مع الموجه والاخ انس هذه المره الثانيه كيجي لهنا. كيف جاتك البلاصه؟ بلاصه واعره مزيونه واعره بزاف. فيها الكالم وفيها من يقول الراحه ديالو في هاد البلاصه هادي. ايوا بصحتك. الله يعطيك الصحه السي محمد. اتاي باقي كيطيب. هذا الشيء محمد هوت قام كيما هوت قام هوت دار. هوت قام. هذا الشيء طلع واعر. كلينا انا والصديق ديالي انس. يعطيك الله الصحه السي محمد. يقبل علينا هاد المره. اكثر من هيدا راه ما كاينش. ها اشني بقى بداك بصحتك. بداك الطبق ها. مسوقين بياس. مره اخرى نجيبو معنا زياده ان شاء الله مره اخرى باش نحطوه هنايا ماشي غنجيبو زياد. الغرفه هذه كاينه في الفويره خصك تدخل موراها بالفلوكه. ايوا تما فين هي عاد. الصديق انس ما غيشربش معايا اتاي غيمشي بحالو دابا حتى انا غنزيد نصاد شويه ما كان والو غنجمع وغنمشي بحالي. القيله غابت كما كتشوفوا. دابا غنلقى من اتاي. ارجع شويه د الماء. والله كاس هنا بالدراع. بسم الله. الله على دكة.
هادي غنجلس هنايا وغنشربها ما نطلعش حتى لفوق. دابا عرفت واش غنعدلو، غنرجعو نصطادو باللانسيات. بالنسبه للتقنيه ديال البيلوطه اولا الفيخه ما كيضربش الحوت مره جمعتها، غنزيدو نصطادو واحد الساعه. شبرنا شي حوت غنبارطاجي معكم الحاصله، ما شبرنا والو غنمشيو بحالنا. الحمد لله هاد اليوم شبرنا الحوت احسن من الفيديوهات اللي قبل في جنان النيش وفي سيدي يحيى عرب. غنجبد لانسيات نشوف واش حاصله فيهم شي حاجه، ما كان حاصل والو غنعاود نطعمهم بالصوبيره ونعاودو نسيبوهم ونصبروا عليها. بالنسبه للعافيه ضروري طفيوها، طمروها بالرمل. صافي وصلنا للنهايه الفيديو. جبرتوني غنمشي بحالي. الحمد لله قاس كلشي هو هذاك المقله تقربا طلعت واعره وشبرنا الحمد لله الحوت في هاد البلاصه ما بقيناش بلاش. وجا عندي الصديق ديالي انس كنشكرو بزاف، وتحيه كبيره للناس تطوان والناس ديال الشمال والمتابعين ديالي كاملين. هاد القريه ولا البلاصه اللي جيت ليها الاسم ديالها عرقوب. كما قلت لكم في الوليد الفيديو كتواجد بين قريه جنان النيش وقريه امتر. ما عرفتش واش الفيديو اللي ما جي ان شاء الله غيكون في امتر، ما نعرف مع الجو. لهنايا ما غنطولش عليكم. كما العاده قبل ما نسالي الفيديو ضروري ما نشكركم كاملين. بالنسبه للناس اللي كيعدلوا لي الاعجاب بالفيديوهات، وبغيت نشكر حتى الناس اللي كيعلقوا لي على الفيديوهات، ونشكر الناس اللي كيبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاصدقاء ديالهم. بكم ان شاء الله غنستمروا. واذا الاخوان اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي ما نساوش انكم تهبطوا لتحت، تشاركوا معايا في القناه وفعلوا معكم زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله. واذا الاخوان ديجا مشاركين معايا في القناه حتى نتوما هبطوا لتحت، عدلوا لي الاعجاب بالفيديو وخليوا لي التعليق ديالكم اسفل هالفيديو باش كتحفزونا نعدلوا لكم الجديد. وما نساوش الشعار ديالنا لسنا الافضل لكن لنا اسلوبنا الخاص. تلاقاو في شي فيديو اخر وموضوع جديد. مع السلامه.